السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم حبيباتي. رجعنا معكم في همسة من همسات الشفاء. راح نهضروا اليوم على دور العامل النفسي في الشفاء من مرض السرطان. العامل النفسي ماشي حاجة ثانوية عند مريض السرطان، بل هو ركن أساسي كيما الدواء والجراحة ولا شيميوثيرابي ولا راديوثيرابي. بزاف ناس يظنوا باللي المرض غير جسدي، لكن الحقيقة أنه النفسية تلعب دور كبير في كيفاش الجسم يتفاعل مع العلاج وكيفاش المريض يقاوم ويتقدم خطوة بخطوة. أول صدمة تجي مع التشخيص كلمة سرطان وحدها تقدر تهز الإنسان من الداخل، تخليه يدخل في دوامة خوف، قلق، بكاء وتساؤلات ما عندهاش نهاية. علاش أنا؟ وش راح ندير أنا؟ وكيفاه راح نرتاح أنا؟ واش نقدر نتحمل أنا؟ هذه المشاعر طبيعية وماشي ضعف، بل رد فعل إنساني. المشكل كي نخليه هذه المشاعر تكبر وتسيطر، هنا تبدأ النفسية تتعب والجسم يتأثر. المريض اللي يكون نفسيا منهك، حزين طول الوقت، فاقد للأمل، غالبا يتعب أكثر، يحس بالأعراض أقوى ويتقلق من كل تفصيلة. بينما المريض اللي يحاول يحافظ على الألم حتى وهو خايف، يكون عنده استعداد أكبر انه يتحمل العلاج، يصبر ويتجاوز المراحل الصعبة. العامل النفسي الإيجابي ما يعنيش الإنكار ولا التمثيل، ما يعنيش تقول أنا بخير وانت موجوع. العامل النفسي الإيجابي يعني تعترف بالمرض، تتقبل العلاج وتقول أنا مريض لكن راح نحارب وراح نشفى بإذن الله. هذا الفرق الكبير بين الاستسلام والمقاومة. الدعم النفسي من العائلة عنده تأثير لا يوصف، كلمة طيبة، حضن صادق، شخص يسمع لك بلا أحكام. هذه أدوية ما تتشراش من عند الفارماسي، لكن مفعولها قوي. مريض السرطان اللي يحس روحه ماشي وحده، اللي يحس باللي كاين اللي يستناه ويدعمه، تكون عنده قوة داخلية أكبر بزاف. حتى الكلام اللي يتنقال للمريض يفرق، التخويف، القصص السلبية، المقارنات المؤلمة، كلها تزيد ثقل النفس. أما التشجيع والدعاء وبث الطمأنينة يزرعوا راحة في القلب. مرات كلمة واحدة تقدر ترفع معنويات المريض اللي كان على حافة الانهيار. الإيمان كذلك عامل نفسي عميق، التوكل على الله، الصلاة، الدعاء، الإحساس باللي المرض ابتلاء وليس عقاب، يخفف الحمل الثقيل اللي في الصدر. بزاف مرضى قالوا باللي قربهم من ربي خلاهم أقوى، أكثر صبر وأكثر رضا، وهذا ينعكس حتى على تعاملهم مع العلاج. العامل النفسي يساعد حتى في تقبل التغيرات الجسدية، تساقط الشعر، التعب، فقدان القوة. النفسية القوية تخلي المريض يشوف هذه التغيرات كمرحلة مؤقتة مش كنهاية، يقول هذا جسمي راهو يحارب وأنا راني معاه. لازم نقولوا حقيقة مهمة، العامل النفسي وحده ما يشفيش، لكن بدون نفسية مستقرة الشفاء يكون أصعب. النفسية القوية تعاون الجسم، تقوي المناعة، تخفف التوتر وتخلي المريض متعاون مع العلاج وما يهربش منه. وفي الأخير كل مريض سرطان محارب، حتى لو بكى، حتى لو ضعف، حتى لو تعب. القوة ماشي في عدم السقوط، القوة في القيام والنهوض بعد كل سقطة. والاهتمام بالنفسية ماهوش رفاهية، بل ضرورة، لأنها الوقود اللي يخلي المريض يكمل الطريق مهما كان طويل. وربي يشفي كل مريض ويشفيني ويقوي قلوبنا قبل أجسامنا. وكل واحد راهو يقرأ هذه الكلمات وهو مريض أو مرافق لمريض راه يدير حاجة عظيمة، حتى ولو ما حسش بها اليوم. وصلى الله على محمد وسلم عليه تسليما.